كده نتكلم على الشامبيونز. بص، هم 3 ماتشات بالظبط يعني في ال8 ماتشات. هم 3 ماتشات. حلو. طبعا اول ماتش باريس وليفربول. الماتش ده كان فيه كميه كوره من فرقه واحده، حرام يعني، بصراحه حرام. يعني لويس انريكي زي ما قلت لك كده ساعه ماتش السيتي، لا هو عامل فرقه كلها شباب وعندهم يعني زي ايه، عارف انت العيال جعانه كوره وجعانه استحواذ وجعانه كل حاجه. انا ما شفتش ليفربول المنظر ده تقريبا من سنين، مش هقول لك والله مش مع الاسود، بس من سنين. بس هي نفس المشكله بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت انريكي برضو، ان انت ما بتعرفش تخلص، ما بتعرفش تجيب جوان قدام دورتموند، ما عرفتش تجيب جوان السنه اللي فاتت، خرجت بسبب فرص ضايعه، كميه فرص ضايعه كبيره جدا. السنه دي انت مضيع فوق الخمس ست جوان، بس طبعا بألوية ديمبلي يبقى فايق قوي، يجي في لحظه، اهم لحظه ممكن للفرقه بتاعته يضيعك. باركولا يعني حتى كفاراتسخيليا بعد الجون اللي اتلغى له، ما انت شفت قل شويه. التغييرات اللي عمل تغييرات حلوه كويسه جدا. وحظهم وحش قوي في الجون اللي اتلغى ده، يعني هو اوفسايد. كعب بقى، ما انت بقى انا قلت لك هو اوفسايد، مش اوفسايد. بس نص الملعب عمل عليه، يعني اذا كان نيفيز ولا فيتينيا ولا فابيان رويز عملوا اللي عليه. حتى جاي امري لما نزل الفرقه كلها حلوه قوي، بس هي التاتش اللي في الاخر النهايه ما عندكش حد في المقابل فرقه ليفربول بصراحه ما فكتش. الناس بتحاول تفضل متماسكه لحد ما تلعب على واحده. صلاح ما جاتلوش وما عرفش يعملها، يعني صلاح ما عرفش ياخد واحده من مينديز، وقلنا مينديز يبقى رخم مع صلاح بالذات في المرتدات والكلام ده، وشفنا اللي نزل اللعيب بعد 50 ثانيه جاب الجون. نسي صلاح، صلاح خرج ده جه من وراه فاهم، غفله. ودي كارثه، خلي بالك. هو غفله. انت شوف مندي في الجول، مندي راجع جري مش مصدق ان المساحه دي كلها اتخلقت وراه. لا وبعد كده هو كده يعني الجون غلطه تمركز، يعني مش لمندي بس، مندي طبعا مندي كده مندي قصدي الفكره كلها اللي هو فعلا ريح لما صلاح خرج، مبقاش باصص وراه وايه اللي بيحصل. هو ماشي دقيقتين، هو زرع في دقيقتين خلاص. هو كأن صلاح خرج بالظبط، هو همه متشم عليا. والمشكله اللي 4 لعيبه على لعيب واحد. ليه؟ ازاي 4 لعيبه يتمركزوا مع لعيب واحد؟ فانا بقول لك الجول مشكلته في تمركز. في الماتش كنت بقول لك ايه وانا بتفرج وفيك ماركينيوس مش هو المدافع السوبر ماشي، بس في الاول وفي الاخر ما هو ده تمركز، مش غلط ماركينيوس. هو دايما كده ماركينيوس، دايما ماشي، بس ده كان في 4 لعيبه يا جماعه، ال4 لعيبه كانوا بيوزعوا. انا قلت لك ماركينيوس هو مدافع، ماشي مدافع كمستواه كفريق باريس ومستواه كويس، هو توب على فريق باريس. بس انت بقى خلاص فريق باريس عايز تبقى تترقى. مش بقول لك ماركينيوس ده من احسن مدافعين في العالم، يعني تترقى، يعني هو واحد من احسن 20 مدافع في العالم، حلو كده. بس هو كتترقى لازم يبقى عندك مدافع من احسن 5 من احسن 10، هو مش منه. ماشي، بس واللي جنبه بس برضه انت اللي ما خسركش الكوره هو ماركينيوس. انا بتكلم في فكره عدم تمركز الدفاع، فاللي انت اللي ارتداد بعدين انت ما بتهاجم، هي دي المشكله. انت مش راجع منظم. بالظبط، انت لما يطلع عليك هجمه مرتده ما عرفتش ترجع منظم. مندي ريح تمام، اللي هو زي ما صلاح بعد 50 ثانيه ده اللي هو استنى ياخد نفسه. لا والاربعه دولت مش عارفين بيطلعوا يجروا زي اللي هو عارف اللي هو غنم جايين يجروا ورا بعض الكوره، ما فيش الكلام ده. فهو ده المشكله اللي حصلت. فتغيير ما هنقول لا فيها توفيق، بس تغيير اندو لما كان جرافنبرغ فضلت محافظه على نص الملعب بتاع الليفر ماسك نفسه. حلو. الماتش اللي جاي بقى، انا شايف ان هيبقى ماتش صعب قوي طبعا. حلو. بالمنظر بتاع فريق باريس ده، بس الليفر عمره ما هيبقى سيء بالمنظر ده. طبعا في ارضه عمره ما هيبقى سيء بالمنظر ده. هو ده اللي خلى انريكي يلعب بالضغط ده، عشان هو عارف اللي هو هناك مش هيلاقي المساحه. بالظبط. فهل رحله باريس هتنتهي؟ لا، الماتش لحد دلوقتي بالنسبه لي هو 60-40، فممكن عادي يحصل مفاجاه. بس في بس اللي اقرب واللي انا والمنظم اكتر، خلينا بيخلص الليفر على ملعبه. لا مش هيخسر. لا الليفر على ملعبه وحش قوي، يعني تقيل. مش هيخسر. لا مش هيخسر. محتاج ماتش كارثي يبقى الناس كلها اوت، يعني الفرقه كلها مش هيخسر. فرقه تاخد الدوري، وفرقه يعني فرقه عن فرق الدوري كلها وخلاص. والنهارده التعادل ده كمان ده لهم كمان فرحه اكتر، خلاص ريحت في الدوري خالص بقى كده وكسبت تقريبا الدوري.
فانا داخل الشامبيونز انا مركز، ده ماتش زي ما قلت لك، ده ماتش مهم، ماتش وصلني للسيمي فاينل مرتاح. وكمان هو بقول لك كمان ليفربول كمان يعني بينقذوا اللي هو لو في لعيبه مش في يومها، في حارس بيبقى يوم، يعني خط الدفاع بتاع اليسون ليفربول لازم كان وحش. لا لازم نجيب سيره اليسون. اليسون انقذه. 9 فرص. فان دايك ما كانش حلو، ما كانش حلو خالص. لا هو الدفاع ما كانش حلو بس فضلوا ماسكين وروبرتسون ما كانش حلو ولا ارنولد. فضلوا ماسكين نفسهم وحصل بلوكات كتير في وحتى لو حصل بلوكات كان عندك حارس فايق بس يعني اليسون عمل ماتش عمره بصراحه. فانا متوقع الفرقه اللي بتاخد دوري ابطال اوروبا بالظبط. انت فاهم عندك حارس جامد بيشارك ماتشات جامده جدا، هو يقدر يوصلك لحد البطوله عادي جدا بالظبط، حتى لو انت في اوحش ايام. الماتش اللي بعده خليك انت في الاخر، خلينا في الاخر يبقى خلصنا يعني. خلينا نروح على برشلونه وبنفيكا. فوش قلنا انك تكسب رايح جاي، وانا قلت الماتش سهل قوي. والزبادي يا بنفيكا هديك الزبادي ما عرفتش تعمل فيه حاجه يا بنفيكا واتطرد لهم واحد يا بنفيكا. المره اللي فاتت طرد انت وهو الزبادي يا بنفيكا. لازم نجيب سيره تشيزني. ايش؟ لا يا جدعان هو في ايه يا جماعه؟ عالمي. هو انتوا ليه ماسكين الواد مثلا كانه مثلا انتوا واد في ثانوي وقفشوا بيشرب سجاير؟ الراجل كان معتزل اصلا وكان قاعد بيشرب سجاير وبراحته والدنيا جميله ومش من حاجه. قلت له تعالى قال لك يا باشا ماشي اطلع ماشي معانا المصلحه دي المرمى دي اطلع. انت معترض ليه؟ قال له بيشرب سجاير مش بيشيلك يا عم. بدري قال لك بقول لك اطلع اجري. بدري في ماتش جوله المجموعات قال لك واحنا الدنيا ملخبطه على جاب 5 دقايق رجع ظبط الدنيا. قال لك رجع هنكسب يا جدعان. شخصيه بص برشلونه ما كانش عندها حارس بشخصيه اصلا بالظبط طول ال8 سنين اللي فاتوا، لا شتيجن ولا برافو ولا اي حد. ده شخصيه حتى لو عنده غلطات بس شخصيه واقف على الحيل فايز الضغط ده والفرقه مطرود منها واحد بس انا بشيل واحده واثنين وثلاثه ورد فعل وبيكلم الدفاع بتاعه وموقف الناس بتاعته صح. فهي جوله حراس مرمى طبعا. فبرشلونه هيعدي خلاص، هيعدي زي ما كان متوقع. بنفيكا مش هتقدر تستحمل الضغط في كامل هيعدي وانتر هيعدي. الوحيد اللي فيه كلام يعني كل الناس اللي اتكلمنا عليها هتعدي بس هو فاضل ليل ودورتموند. الماتش بقى دورتموند ضيع مكسب كده الاثنين مش فارقين يعني اي حد فيهم هيتاهل مش هيكمل كله هيروح مع احترام الكل يعني اللي اسمه ده التجربه كله هيروح يقعد على حجر برشلونه فاهم. يعني اذا كان ده يقعد على حجر برشلونه مش هتفرق يعني. بس ليفركوزن خزني فكرنيش يعني. بس برضه انا فكرت على الماتش الاول شفت الهايلايتس. بايرن ضيعت يعني بايرن قصدي مش ضيعت ليفركوزن اخطاء فرديه اخطاء ساذجه مشيت مع بايرن قوي وضربه جزاء كل حاجه والكره اللي وقعت من الجون. وكمان ده لسه ليفركوزن خسرت من الدوري امبارح برضه خسرت مش بايرن مش قلنا بايرن وخسر برضه قلنا بايرن مش حلو خسر الدوري من بوخم فاهم قلنا بايرن مش حلو بس مركز خبره الشامبيونز ليج خبره والنهائي في ارضهم هيوصلوا النهائي صعب بس صعب لا صعب وطريق انتر وطريق برشلونه صعب تبقى مفاجاه يعني زي مفاجاه ريال مدريد كده لو وصل فاينل عشان فاينل ايه يا صاحبي عدي بس دي الاول عدي في دور ال 16 لو عديت دي ايوه مش عارف عندي احساس اوصل فاينل مع ان هقول لك حاجه تاريخ ريال مدريد مع ان كمان هتيجي تقول لي ليفربول ولا الريال في السيمي فاينل اقول لك ليفربول بص تاريخ ريال مدريد في الدوري في الشامبيونز ليج زي ما انت بتقول فعلا لو عديت دي بتحس ان هو خلاص بتفتح زي ماتش السنه اللي فاتت زي ماتشات كتير وماتش كان بيبقى معصلك وبيعمل زي ماتش مثلا اسمه ده لما ميدو تشيلسي بالظبط كنت كسبان ارضك ورجعت رجعنا احنا كسبنا وبعد كده في الاخر مودريتش الكوره هي من باريس كمان بس فضلت مكمله بس الماتش كان ارخم وانت حتى قلت لي ده كان اصعب ماتش بتاع تشيلسي ده عشان كده اصعب ماتش تشيلسي اصعب فرقه لعبت عليها كوره بالظبط فعلا بنتكلم اللي هو فكره هو فعلا كده وتاريخ بيقول انت لا تأمل لريال مدريد في الشامبيونز ليج بس زي ما انت بتقول الحلقه المره دي صعبه حلقه وحشه ومقرفه ومدرب وسيميوني مش هيسيب الفرصه وانا هصحى كل يوم هتكلم عليه وهشتم فيه وهنتقده لحد ما يغور من النادي وزي ما تشتمه اشتم ادارتك لو الاداره اللي هي دلوقتي الاداره مش مدعمه المدرب وحتى المدرب مش في مستواه وما وجدتش فريق ما وجدتش مدرب تاني للفريق المدرب ما بيطلبش صفقات ولو طلب بيطلبها كده ممكن يا عمو تجيب لي مهاجم مفيش يا حبيبي خلاص نحن نرضي احنا تمام الفرقه تمام وكل حاجه كويسه
زيدان كان بيشرشح، يعني زيدان كان بيشرشح في الصفقات في الفتره الاخيره كمان. مورينيو كان بيشرشح. كل الناس اللي مسكت ريال مدريد مش الا الراجل الطيب ده. الراجل الطيب ده ولف وامشي ماشي لحد دلوقتي. شيل بقى، مش انت رضيت، شيل بقى. حلو. انت دلوقتي الماتش الجاي هتعملوا ايه؟ الماتش الجاي صعب. الاداء النهارده بص عشوائيه يالا. بس انا حاسس ان الماتش والله حجز ماتش خماسي فيه جوان. وفي جوان طبعا، بس حجز خماسي لو كل واحد رايح كده يلعب مع اصحابه هيعمل نفس اللي بيعملوه لعيبه ريال مدريد اللي قدام بالذات. هو حتى عمال بيتعصب ومش عاجبه. يا ابني ما انت اللي عامل فيهم كده. يعني هو في كوره فينيسيوس مش عارف عمل فيها ايه، اتعصب كده وراح عامل كده. انت يا حبيبي اللي عامل فيهم كده. انت اللي مديلهم حريه بزياده، مش مديلهم اي حاجه، مش مديلهم اي تعليمات. عشان كده بقول لك فده بيلعب لوحده وده بيلعب لوحده، ولازم كل واحد يروح يعدي واحد واثنين ويفكر في اللعب الجماعي. مفيش جمل. فاكر لما كنت بتفرج في الرياكشن، انا كنت الجون التاني بتاع ابراهيم دياز، الجمله الوحيده اللي اتعملت فيني مندي فيني ابراهيم فيني جو ابراهيم جون، هي دي اللي كانت جون. ماشي. الباقي كله ارتجال، عشوائيه، عشوائيه بطريقه مستفزه. ومبابي وفينيسيوس الاثنين يا ابني بتلعبوا مع بعض ولا ما بتلعبوش مع بعض؟ انتوا حابين بعض ولا ما بتحبوش مع بعض؟ يعني في ماتش الذهاب في الدقيقه 85 كوره تخلص توديني الماتش الجاي مستريح. مبابي لا، لازم يسندها ويلعبها ورا فينيسيوس. ضاعت الفرصه دي. لو احنا خرجنا من الفرصه دي هنفضل نندم عليها، يعني فاهم؟ هتفضل تحط كده في صوره سوداء، فاهم؟ وليه مبابي ليه؟ بس هتديها له على طول من لمسه واحده في جون فاضي، فينيسيوس حطها فاضي بيصعبها عليه. تحس برضه فيني في بساطته لمبابي بيصعبها عليه. مفيش كيمياء، مفيش تفاهم بقى. وبس بقى فرحين بس يجيبوا جوان يقعدوا يحتفلوا مع بعض ويحاولوا يعملوا مع بعض. يا ابني مش كده، ده بتاع مدرب طبعا. ماشي بتاع مدرب. بس انا بقول لك ماتش غير مؤمن. المفروض على ورقه اتلتيكو المفروض يكون ليها الكفه الاحسن. طبعا اتلتيكو اقرب مع ان انا كسبان، بس لا تامن ريال مدريد. هو ده اللي انت هو ده اللي انت مراهن عليه. انا عندي بقى مشكله وعايز اتكلم فيها بسرعه وانت تقول لي رايك. هيلعب ابراهيم ولا هيرجع بيلي؟ بص انت عملت كده. الصراحه الطبيعي ان هو راجل جميل طيب ولا كانه عمل حاجه، ما بيبنيش على حاجه. هو ما بيبنيش على حاجه عملها. انا لو عايز عايز العب ببلينجهام وعايز العب بابراهيم. ماشي. عايز العب يبقى تغير الخطه وتطلع. لا هو طلع ده يطلع ده الصح. ما ده الصح طبعا. انا معاك. انا بضحك عليك مش على كلامك، انا بضحك على اللي انت قلته عشان هو مش هيعمله. في ماتش انت محتاج تمسك نص الملعب بالطريقه دي، واللي واحد يعرف يوصل اسمه ده مبابي ورودريجو قدام، هو ده ابراهيم طبعا وبيلي طبعا. وهتدي تقول نص ملعب. نص ملعب طبعا عشان بس هل هنشوف المفاجاه دي؟ مفيش بس هو بدك انشيلوتي لا هيركن ابراهيم لحد ما تدخلش. هو ده مش خطا، دي من وجهه نظر المدربين. انا عندي اوراق بره. انا ما اعرفش الماتش رايح. ما انت بيلي اللي بره يبقى عندك كارت بره. بس هو دايما بس اقول لك على حاجه، هو جرب ابراهيم حتى في الماتش اللي كان قبل ده لما ابراهيم نزل وجاب جون. تمام. كان انهي ماتش؟ لا هو ابتدى بنفس التشكيله دي. مش الماتش ده لا يا عم، الماتش اللي كان في الشامبيونز ولا كان في ايه؟ في السيتي. في السيتي. فهو شايف ان ابراهيم لما بينزل بيبقى احسن من بلينجهام بينزل وهي خلصانه. ماشي. ودي بتحصل كتير. بس هو لما نزل قدام السيتي ما كانش خلصان، كان خسرانين. نزلت في حاجه 80 يا معلم، كانوا خسرانين ونزلوا حاجه 80 بس عارف بتنزل وهي خلصانه. مش كل مره هتنزل ابراهيم في الدقيقه حاجه 80 يجيب لك جول ولا يعمل لك اسيست. بص انشيلوتي ابراهيم افيد دلوقتي، افيد من فينيسيوس. حلو. انا بقولها ابراهيم افيد من فينيسيوس. حلو. بس ممكن يكون ابراهيم كمان افيد من مبابي. بس انشيلوتي هيركز في حاجه ثانيه. هو از ذا ستار. مين النجم؟ مين اللي الاسهم بتاعته عاليه؟ هو فيني وهيلعب كده. هو از ذا فاكينج ستار. اي فاكينج حاجه. تمام. وهيلعب كده. انت شايف ايه؟ انا شايف قلت لك انا شايف اللي هو لا يلعب بالاثنين. تمام. ويلعب قدام زي ما قلت لك مش هيحصل. بس هو في الاول والاخر يبقى بلينجهام هيلعب وبرين بره. ممكن يعمل كده لو عايز يعدل. ممكن يعدل رودريجو بس برضه مش هيعمل كده. مش هيعمل كده. رودريجو فايق للاسف. يعني الوحيد اللي بيجي عليه رودريجو فايق بالظبط. فهنشوف. وبقيت المطوشه الدنيا لذيذه يعني. ارسنال عدى وانت الدنيا جميله وبتاع. المفاجاه اللي هو ممكن حاجه بقى ليفركوزن تعملها وده صعب. كلاب بروج اي حاجه من الكلام ده. الماتش اللي ممكن فيه هنشوف الشامبيونز ليج ماذا سيحدث وماذا منتظر منها الحياه. ان شاء الله بقى في اللايف رياكشن بتاعت الاسبوع ده
شاء الله. و كمل انت بقى يا صاحبي، لازم نروح نتسحر وكل سنه مين بقى يا جدعان بقى، هو بقى لسه بناكل لا تيجي له بتاعنا راح اتسحر يا عم. الواد مش عارف ينزل يا عم الشقه عشان